ازاي نرد على الإساءة؟ مبدئيا احنا ليه الأول ما بنعرفش أصلا نرد على الإساءة؟ بيبقى عندنا سرعة بديهة. ليه بيبقى الرد مش حاضر في دماغنا؟ الموضوع بيبقى نفسي. ازاي نفسي؟ بيبقى عند الشخص 3 معتقدات. أول حاجة إن الشخص اللي قدامي أنا ممكن أخسره بردي، ممكن يبقى ردي عنيف عليه فبالتالي أخسره أو أجرحه فيبعد عني، الخوف من الخسارة. تاني حاجة، انتي بتكبري قيمة الشخص اللي قدامك وبتصغري من قيمة نفسك. تالت حاجة بقى، ان انت بتبني سيناريوهات خيالية لرد الشخص التاني عليكي بعد ما تاخدي حقك. يعني تقعدي تتخيلي ان لما انت توجهي له كلام، الكلام ده هيترد لك اضعاف وهيضايقك اكتر، فبالتالي بتخافي ان انت تردي. فهو الموضوع نفسي، فلو اشتغلنا على الحاجات النفسية دي هنعرف ان احنا نتكلم. في حاجة كمان نسيت اقولها، هنخليها رقم 4، وهي الرهاب الاجتماعي. ممكن يبقى عندك نسبة بسيطة من الرهاب الاجتماعي بتخلي عندك خجل، فبالتالي بيخلي عندك تلعثم، فلما تيجي تردي على حد بتشوفي نفسك ان انت توترتي وحصل لك قلق فمتعرفيش ان انت تردي. طيب ال4 حالات دي هنشتغل عليها بنفس الطريقة، اللي هي ايه بقى؟ الشخص اللي قدامي هو مش احسن مني، بكل المميزات اللي انا شايفاها فيه وعيني شايفاها فيه هو مش احسن مني، تمام؟ انا كمان عندي حاجات كويسة، فهو اكيد برضو شايفها فيا، ولو هو مش شايفها فيا فانا كفايه ان انا مديها لنفسي وشايفاها في نفسي. الشخص اللي قدامي بكل المميزات اللي عنده او بالقيمه العاليه اللي انا مديها له، الشخص ده ينقصه حاجه. ينقصه ايه؟ ينقصه ان هو يبقى محترم في لسانه، ينقصه ان هو يحترم الشخص اللي قدامه، فهو ناقصه حاجه، الشخص ده مش كامل. طيب الاشخاص اللي زي كده محتاجين ان احنا ايه؟ محتاجين ان احنا ما نسكت لهاش علشان ما تسوش فيها كده بالبلدي. عارفه لما تسكتي لشخص كل شويه يضايقك يضايقك يضايقك، وانت تسكتي كل شويه يهزر عليكي يضايقك يكسفك قدام حد وانت تسكتي له، هيتمادى، هيخليكي نقطه المكان، هيحس ان هو بالانتصار ان انا كسفته. في ناس على فكره ده عندها احساس كده اللي هو خليت اللي قدامي ما يعرفش يرد عليا، احرجته. فلما يبقى في شخص زي كده، انت كده على نفسك مش هتكون كده عليا، انت مش اهم مني، انا مش هرجع اندم، مش هاجي على المخدة انام وابقى ندمانة ان انا معرفتش ارد. شعور الندم وحش قوي لما ما تعرفيش تاخدي حقك. شعور ان انتي الكلام وقف ومعرفتيش تردي وحش قوي، فده اللي يبقى حافز عندك. اول ما تلاقي نفسك مش عارفه تردي افتكري ان انتي هتندمي ان انتي ما ردتيش، افتكري ان انتي هتيجي تنامي والكلام ده يفضل يتكرر جواكي. عايز يعني لو حد اسألك وانتي رديتي في وقتها، الكلام اللي هو قاله انتي عملتي زي مانع صدتيه، خليتيه ما يدخلش جواكي. لكن لو انتي ما ردتيش الكلام بيدخل جوه وبيزيد، الموضوع بيزيد اكتر. لو انت هشة نفسيا بتحملي نفسك اللوم، انا ما ردتش، انا ما عرفتش ادافع عن نفسي، فالموضوع بيزيد اكتر. تالت حاجة، فكرة ان انت تتوقعي ردة فعل اعنف من الشخص التاني لما انت تردي عليه. انا عايزة اقولك ان انت لما حد بيسألك وانت تردي عليه هو نفسه بيتصدم من رد فعلك، ان هو لما بيوجه لك الاساءه بيبقى واخده لذه الانتصار، لذه ان انا كسفت الشخص اللي قدامي، بيبقى مش متوقع منك نفس ردة الفعل دي. فانت لما بتديله نفس ردة الفعل، الشخص اللي قدامك بيتخض نفس الخضة بتاعتك الأولى، بس الخضة بتاعته دي بتخليه يفكر مرتين قبل ما يكرر لك الكلام تاني، قبل ما يسألك تاني. طيب ايه بقى الردود اللي تبقى عندي واضحة علشان لما حد يسألي تيجي في دماغي على طول؟ انا عايزة يبقى عندي سرعة بديهة عشان اعرف ارد على طول. ممكن ان انا اوقف الاساءة دي من ان انا اقول للي قدامي ان اسلوبك ده انا مش بحبه، وان انا اقدر ان انا اهينك واوجعك، ولكن انا هكون احسن منك فما تتعاملش معايا بالاسلوب ده. ده نوع من انواع الرد، ده بنسميه رد محترم، رد فيه اتيكيت كده. هزارك مش مقبول معايا فالرد ده هيحرجه، الرد ده فيه اخلاق. الرد التاني، انا ممكن اقول للشخص اللي قدامي انت مليان عيوب كتير قوي، ولكن انا مش هنزل لمستواك واحط صباعي على عيوبك، عشان لو انا اتكلمت في عيوبك فهضايقك وهوجعك. حاجة ما تقعيش فيها في الرد على الإساءة وهي الدفاع. لما حد يقول لك انت فيك مثلا اي كان صفة اللي هيوجهها لك، لما حد يوجه لك اي حاجة ما تقعدش تدافع عن نفسك تقول الحاجة دي مش فيا. الصح ان انا ما ادافعش عن نفسي، الصح ان انا اواجه، ان انا اهجم.
زي ما قلت مش شرط الهجوم بنفس نوع الإساءة، ممكن بطريقة محترمة. أنا ما بقبلش النوع ده من الكلام، ما بقبلش النوع ده من الهزار. على فكرة لو انت نيتك ان انت تتكلم عادي، فكلامك ده ما وصليش بطريقة عادية، ما حبيتهوش، ودي رياكشن كده. القدرة على الرد بتيجي من التدريب، ان انا اتعلم ان انا ارد. اول مرة مش تبقى بيرفكت، تاني مرة ها، تالت مرة هتحس ان انت بقى عندك سرعة بديهة. الرد بيجي من التعود، زيه زي اي حاجة تانية، بس الفكرة اللي تسيطر عليكي هي مش عايزة انام ندمانة ان انا مردتش، انا مش فارق معايا ان انا اخسر الشخص اللي قدامي.